عمرك سولتي راسك شنو كان قبل هذا الشيء؟ قبل ما تكون الارض والسماء، المجرات، الكواكب وحتى النجوم، كيفاش جات الشمس وشكون اللي يقدر يصيب هذا الشيء كله؟ فين كان الله قبل من هذا الشيء؟ وشنو هي اول حاجه تخلقات؟ وكيفاش تخلقت الملائكه والجن؟ وشكون اللي حكم الارض قبل من ادم عليه السلام؟ وشنو وقع ما بينه وبين ابليس نعاله الله؟ وكاع داكشي اللي وقع من نشأة الكون حتى لوقتنا دابا. هادشي كامل ان شاء الله غنعرفوه في هاد السلسله اللي غتكون منها حلقه كل اسبوع، ومن خلالها غنعرفوا كاع الاحداث اللي وقعوا من نشأة الكون حتى لاخر يوم في هاد الدنيا، وغنعرفوا كاع القصص ديال الانبياء والمعجزات ديالهم. شحال من حاجه كتسناكم، ما تمشيو فين وخليكم معايا. اول حاجه غنبغيو نعرفوها هي الفكره ديال العلماء والملحدين اللي ما كيامنوش بالله او ما كيامنوش بوجود خالق بصفه عامه. هاد الناس كيقولوا باللي الكون كمجموع في واحد النقطه صغيره، وهاد النقطه سيدي هي اللي تفرقعت وعطاتنا هاد الكواكب والنجوم والشمس، وكيسميو هاد العمليه بالانفجار العظيم. وكيحاولوا يبينوا لنا من هاد النظريه هو ان الكون جاء عن طريق الصدفه، ما تحكم فيه حتى واحد وما صيبو حتى واحد. وانا بغيت نسولهم واحد واحد، ولا عرفتي شنو؟ خليهم يتجمعوا كاملين ويعطيوني اجابه واحده. هما كيقولوا بلي ما كاينش شي ماده كتجي من العدم. اذا من جات ديك النقطه اللي عطاتنا الحياه؟ وكيفاش حتى تصيبات؟ شكون اللي خلقها؟ وشكون السبب باش تكونات؟ وكيفاش حتى انفجرات؟ هنا وصلنا لانه كاين خالق لهذا الكون واللي بسببه حنا عايشين دابا. بما اننا برهنا على وجود الخالق، ما بقى لينا غير نقولوا كاع المراحل باش خلقت الارض. يا سيدي معك حق، الارض في الاول كانت نقطه، والله سبحانه وتعالى هو اللي جعل منها هذه الارض وهذه النجوم وهذه الكواكب اللي كتشوف. وعندنا الدليل من القران لقوله تعالى: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. صدق الله العظيم. واحد الناس جاوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليه: يا رسول الله حدثنا عن اول هذا الامر. فقال لهم رسول الله: كالله، وما كانت حتى شي حاجه قبل منه. واول حاجه خلقها الله سبحانه وتعالى من بعد الماء والعرش ديالو هو القلم، واللي كتب به في اللوح المحفوظ كاع الاحداث اللي غيوقعوا من ديك الساعه حتى كل واحد غياخذ الاجر ديالو، المسلمين للجنه والكافرين للنار والعياذ بالله. اجي غتبغيو تعرفوا كيفاش داير العرش ديال الرحمن او لا؟ قال ابي رزيل للرسول صلى الله عليه وسلم: اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه؟ فقال له الرسول: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ومن الاوصاف العرش الرحمن هو ان القطر ديالو المسيره ديال 50,000 سنه. وكما كنعرفوا في ايه الكرسي بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وسع كرسيه السماوات والارض. فراه الا جمعت ما بين السماء وما بين الارض ما كيساويوش حتى بعوضه قدام العرش ديال الرحمن. اما بالنسبه للملائكه فمنهم 8 هما الحاملين العرش، ومن الصفات ديالهم انهم ما كيعياوش وما كينعسوش، كيسبحوا وكيعبدوا الله، وبرره كرام ما كيخطئوش كاع، وكيديروا كاع اللي امرهم به تعالى. اما بالنسبه للحجم ديالهم قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. فلك أن تتخيل الحجم ديالهم، أصلا تعيد تخيل ما غيطيحولكش في بالك. فمن بعد ما استوى الرحمن على العرش ديالو خلق السماوات والأرض في 6 أيام متتالية، لقوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة. وقبل من آدم عليه السلام الله خلق الجن، هما اللي كانوا الخلق الرحمن قبل من آدم عليه السلام. في الحلقة الجاية إن شاء الله غنعرفوا كيفاش تخلق آدم، وكيفاش حتى تخلقت حواء، وشنو وقع بينه وبين إبليس، وكيفاش حتى نزلوا من الجنة. تسناو الحلقة الجاية اللي غتكون واعرة، واللي فيها غتبدا العداوة ما بين إبليس والله سبحانه وتعالى وحتى البشر. والفيديو اللي قبل غتلقاوه هنايا، دخلوا تفرجوا فيه. لايك الحلقة وبارطاجيها مع كاع الناس اللي كتعرف.